الهرم الغذائي زمان اللي هو تقسيمة الأكل بناء على أهميته. القاعدة بتاعته كانت عبارة عن النشويات. كان بيتقال ان انت تقريبا من 40 ل 50% من احتياجك اليومي من النشويات، بعد منه نتكلم على الخضروات والفواكه، بعد منه البروتين، اخر حاجه هنا مرسومه الحلويات او بنتكلم على الدهون، هي اخر حاجه في الهرم الغذائي واقل شيء ممكن ناخده. ليه النشويات زمان كانت بتحتل قاعده كبيره من الهرم الغذائي؟ الانسان زمان كان بيعتمد على المجهود العضلي والحركه، بينزل بيمشي، المجهود بيحتاج طاقه سريعه، اسرع طاقه ممكن تاخدها من النشويات. كان وراها في الاهميه الخضروات والفواكه، لان دي اللي بتديك الفيتامينات والاملاح والمعادن اللي من غيرها مش هتقدر تتحرك، من غيرها جهازك العصبي مش هيبقى عليل، مش هيبقى كويس، تمام؟ من غيرها الفيتامينز مش هتبقى كويسه، فبالتالي هتصاب بامراض كتير مش امراض قليله. نجد ان لما جاء فيروس كورونا ضرب كوكب الارض، اول حاجه كنا بتتكتب للمريض هي الفيتامينز، لازم نقوي مناعتك قويه، هي معتمده على الفيتامينات والاملاح والمعادن، انت كويس. ثالث حاجه كانت بالنسبه لنا البروتين. ليه؟ لاهميته القصوى في بناء الانسجه وللنمو وللاطفال. اخر حاجه بنحتاجها الدهون، وطبعا بتكون من مصادر صحيه. الهرم الغذائي الحديث، قاعده الهرم الغذائي هي الميه. ربنا قال لك وجعلنا من الماء كل شيء حي، الميه 70% من كتله جسمك بشكل عام. تاني خطوه بعدها هي الخضروات. بعض الناس بتحطوا الخضروات والنشويات مع بعض، لكن لا، الخضروات والفواكه. ثالث خطوه النشويات، رابع خطوه بقت البروتين.